بند بنحطه في عقد البيع الابتدائي في حالة البيع بالتقسيط. بيجي لي موكل يقول لي يا استاذ احمد انا عايز هبيع الشقة بتاعتي بالتقسيط على كذا قسط، وعايز أأمن نفسي تماما في الشقة. في ناس بتتكلم ان هي تاخد اصالات امانة، وانا ما بحبس الموضوع ده النهائي. وفي ناس بتتكلم ان احنا ناخد شيكات بنكية، لكن انا دايما بحبذ ان انا احط بند في العقد. والحقيقة يعني هو بند كافر شوية يعني. بنكتب ايه بقى؟ ان في حالة التأخر عن السداد، واقول للمشتري حضرتك انت عايز مهلة قد ايه في اي قسط؟ فيقول لي مثلا عايز شهر، فانا هقوم حاطط في البند في حالة التأخر على السداد لمدة شهرين متتاليين يعتبر المبلغ المدفوع عربونا لا يسترد. فحضرتك عايز تسدد الاقساط اللي عليك سدد، حضرتك مش عايز تسدد الاقساط اللي عليك، المبلغ اللي حضرتك دفعته كله يعتبر عربون لا يسترد. وده اكتر حاجة تضمن للعميل بتاعنا ازاي يقدر يبيع العقار بتاعه قسط وهو في بطن بطيخة صيفي. شكرا جزيلا.